مرحبا بكم. في هذا الفيديو سنتحدث فيه عن مستجدات الملاعب المغربية التي يتم تهيئتها لاستضافة كأس إفريقيا 2025. في عام 2023 فاز المغرب بحق استضافة كأس إفريقيا 2025 والتي ستقام في الفترة من 23 يونيو إلى 23 يوليو 2025. واستعدادا لهذا الحدث القاري، قامت الحكومة المغربية بإطلاق برنامج ضخم لتأهيل وتطوير الملاعب الرياضية في البلاد. يتضمن هذا البرنامج تطوير 6 ملاعب أساسية في كل من الرباط، طنجة، أكادير، مراكش، الدار البيضاء وفاس. كما تم تخصيص 24 ملعبا آخر للتدريبات. ملعب مولاي عبد الله بالرباط يعد ملعب مولاي عبد الله أكبر ملعب في المغرب ويتسع ل66 ألف متفرج، وقد تم هدم جزء كبير من المدرجات القديمة وسيتم بناء مدرجات جديدة مغطاة بالكامل. كما سيتم تجديد مرافق الملعب بما في ذلك غرف الملابس والحمامات والمدرجات. ملعب طنجة. ملعب طنجة الكبير أو ملعب ابن بطوطة هو ملعب متعدد الاستخدام في مدينة طنجة، يبعد عن وسط المدينة بحوالي 10 كيلومتر. تم افتتاحه في عام 2011. يخضع الملعب لعملية توسيع وتطوير مهمة ويتسع ل88 ألف متفرج، وقد تم تجديد الملعب بالكامل وتم تحسين مرافق الملعب. ملعب أكادير. يعد ملعب أكادير من أكبر الملاعب في المغرب ويتسع ل66 ألف متفرج، وقد تم افتتاحه عام 2013. يستخدم ملعب أكادير بشكل أساسي لمباريات كرة القدم، حيث يلعب عليه نادي حسنية أكادير. كما تم استخدامه لاستضافة العديد من المباريات الدولية، وسوف يخضع الملعب إلى عملية تطوير كبيرة حيث سيتم تجهيزه بسقف يغطي كل المدرجات. ملعب مراكش. يقع الملعب على بعد 11 كيلومتر من المدينة، ويعد ملعب مراكش من أكبر الملاعب في المغرب، وقد تم حفر أرضية الملعب بأكمله وإزالة المضمار وزيادة السعة، ما سيسهم في تقريب المدرجات المتحركة بشكل أكبر من الأحداث داخل الملعب، ويتسع ل 55 ألف متفرج. ملعب الدار البيضاء. ستكون سعة الملعب 55 ألف متفرج على مساحة 110 هكتارات من الأراضي غير المبنية، وقد يتم تجديد الملعب وتطويره وتم تحسين مرافق الملعب، والتي سوف تستوعب كل التركيبات المطلوبة لبطولة كأس إفريقيا 2025. ملعب فاس الكبير. يعد ملعب فاس الكبير سادس أكبر ملعب في المغرب ويتسع ل66 ألف متفرج، وقد تم تجديد الملعب. سيتم تحويل جميع المساحات الشاغرة الموجودة أسفل المدرجات إلى صالات ضيافة للضيوف. كما سيتم توسيع المناطق القائمة المخصصة لكبار الشخصيات من أجل تحقيق المساحة المطلوبة، وسيجري تركيب سقف كامل وسيكون جاهز لاستضافة كأس إفريقيا 2025. في الختام، نتمنى أن تحظى كأس إفريقيا 2025 بنجاح كبير، وأن تكون هذه البطولة مناسبة لتعزيز مكانة المغرب على الساحة الرياضية الدولية.